كان يلمس الكرات بشكل مستمر. كانت هناك على الأقل 5 لمسات أو 6، وبعد الهدف بدأ يسيطر. وأقول وأكرر أن مالاغا لم يعرف كيف يدافع. هدف بنزيما كان منفرد، جاء من لقطة منفردة ودخل بسهولة كبيرة. ما الذي ينقص هذا اللاعب؟ لماذا لم يتألق أكثر؟ لديه مهارات، لديه إمكانات، لكن لم يتألق حتى لم ينفجر كما نقول. بنزيما ربما كان في حاجة إلى المزيد من التضحيات. هو أنيق من حيث الأداء، لكن عليه أن يضحي أكثر، والفريق يسارع حتى يضحي أكثر، ولكن هو ليس مهاجم يلعب بإعطاء ظهره للمرمى. جول 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 ثاني للريال، شكلها جول وكانت جول، لأن ليش؟ انفراد حقيقي. يا سلام يا مارسيلو، خلاص المرتدة السريعة الحاضرة اللي تشعل المدرجات الآن. أقول جول ليش؟ لأن خلاص هو تقدم. دي ماريا عنده خيارين، عنده راح نشوف اللقطة، شوف الباس الرائع، ولكنها مرت. شوف راح الآن تأتي المؤازرة. لاحظ معاي اللي متابع من؟ اللي يتابع مسعود أوزيل. عنده الخيار الأول، هو عمل الخيار الأول، حتى لو باصاها إلى مسعود أوزيل كان ممكن يأتي الجول، ولكن مسعود الاثنين عندهم 5 أهداف، ولكن الآن دي ماريا المتألق. تغيير في النسق على الصعيد الهجومي، غاب مالاغا ودي ماريا انطلق من ركنية، وبعد ذلك مارسيلو وجد نفسه منفردا، وبالتالي فإن هناك فريق أفضل بكثير. وطرح مالاغا لم يكن في المستوى، كان فيه غياب النسق، وبالتالي فإن الطرح كان بإمكانه أن يكون أفضل بالضغط في وسط الميدان وبالاعتماد على خط فيه 4 لاعبين للخلف. رغم أن العدد كبير من المدافعين، شاهدنا 7 مدافعين في هذه اللقطة أمام 4 مهاجمين من الريال. هل هو مشكل بالنسبة لتنظيم الدفاع غير منظم؟ هناك خطأ في الدفاع، لا توجد مساعدة دفاعية ولا اللي بان الآن أمام نهجم آخر، ورونالدو الرابع. كريستيانو رونالدو ضاعت وصد الكرة كابييرو، ولكن الآن كريستيانو رونالدو نعم يسجل، وبالتخصص في مرمى مالاغا. صارت 4. ما انتظر ريال مدريد كثيرا في الشوط الثاني من المباراة، صارت 4. كريستيانو رونالدو سواها 4، وبالتالي رفع رصيده الشخصي إلى 25 هدف. عاد باقي والله هدفين، يعني هو في آخر 4 مباريات ما سجل، لكن شوف رائع رونالدو. كريستيانو رونالدو الزين غالي، لكن الأزين أغلى بصراحة. أنت تتحدث عن المتألقين، هم الغاليين، يعني ميسي البرشا، كريستيانو رونالدو الآن الريال، والاثنين 25 لكريستيانو رونالدو، ميسي ل 27 هدف، والآن يعني 4 مباريات فقط في الليغا. مشروع تسجيل الهدف الخامس ممكن يأتي الآن. جول خامس للريال، صارت 5 النتيجة. الجماهير التي تضحك كثيرا وتبتسم كثيرا، وكريم بنزيما يضحك كثيرا، ومورينيو يضحك كثيرا، لأن صارت 5-0، وبالتبديل الثالث القادم في فريق ريال مدريد. عاد يعني شوف في مثل هذه الأوقات انت يعني المدرب يعني لديه قناعة، يعني يا أخي أخف، يعني أخرج بأقل الضرر. بدأ فريق لا يقاوم، المحاولات تأتي من كل مكان، وكابييرو يعني كان الله في عونه. لذلك رونالدو يتقدم، كريستيانو رونالدو يسجل، كريستيانو رونالدو الهدف السادس. صارت نصف درزا من الأهداف
الفريق الذي عجز عن تسجيل هدف واحد في مرمى ديبورتيفو لا كورونيا يسجل نصف درزن من الأهداف في مرمى مالاغا، وبالتالي هتشوف النتيجة على الكل 6 توجع. في بعض المدربين يتعاملون مع المباراة يجي والله يا أخي أنا أخسر، أنا أدري أن يعني ما راح أحقق نتيجة جيدة في هذا الظرف. مرة أخرى السابع كريستيانو رونالدو، الهاتريك كريستيانو رونالدو أو كاناليس. إذا كان كاناليس فراح يكون الهدف الأول لكاناليس في الليغا، لكن هو الهدف السابع. لا والله رونالدو، الهاتريك لرونالدو. ايش راح يصير الآن؟ اللي راح يصير أن كريستيانو رونالدو يتعادل مع ميسي في صدارة الهدافين، 7 أهداف لريال مدريد. لاحظ كاناليس هو اللي لعب الكرة، إذن مباشرة كريستيانو رونالدو، حلوة اللقطة من كاناليس، مباشرة كريستيانو رونالدو يسجل الهدف السابع، الشخص